ايه ده؟ خير، اللهم اجعله خير. انا جاي لك من المستقبل واجيب لك معايا الاختراع اللي هيريحك وهيريح الالاف اللي زيك. تفتكروا الكلام ده ممكن يحصل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بيكم في تاني حلقة معانا في القناة. يعتبر الحلقة ديت بارت 2 من سلسلة ازاي تصنع روبوت في البيت. في الحلقة السابقة اللي تقدر تتفرج عليها من خلال علامة الاي سواء من هنا او من هنا، تناولنا مع بعض الجزء النظري، وكمان عرفنا يعني ايه انسبكشن روبوت ارم، وادينا مثال على الكلام دوت، وكمان حطينا 7 خطوات ان شاء الله لو مشينا عليهم هنقدر نوصل للمنتج النهائي. جه دلوقتي يا صديقي ميعاد اللحظة الحاسمة والشيقة للجميع، انا وهي الجزء العملي. هنمسك مع بعض ان شاء الله خطوة خطوة ذكرناها الحلقة السابقة، وهنبدأ نطبقها بشكل عملي وباستفاضة. طبعا الحلقة دي سواء انت كنت مختص او غير مختص هتقدر تطبق معانا الخطوات بكل سهولة بإذن الله بدون اي مشاكل. كل اللي انت محتاجه السوفت ويرز اللي احنا نذكرها في الحلقة، ودي هتقدر تحصل عليها من اي مكان بإذن الله. وطبعا يا صديقي مش محتاج اقول لك ما تنساش السبسكرايب والشير واللايك وتسيب كومنتك الجميل تحت، عشان انا ما قلتلكش الحلقة اللي فاتت وانت عديت الحلقة من غير ما تعمل الكلام ده. خلونا نوصل لاول 1000 مشترك بإذن الله على اخر الشهر، ويلا خلونا نبدأ الحلقة. بس الاول صلي على حبيبك النبي، وخلونا يلا نتوكل على الله. يا مساء الخير يا شباب. دلوقتي جه ميعاد الجزء العملي، واعتقد ان هو المفضل للجميع. انا كواحد ما بحبش كتر الرغي، ما بحبش كتر النظر. انا بحب الحاجه كده اشوفها واعملها بايديا، دي بالنسبه لي بطلع منها باكبر افاده. دلوقتي خلونا نعدي على السبع خطوات اللي احنا اتفقنا عليهم ان هم المهمين ان انا ابدا اعمل الروبوت. واتفقنا ان اول خطوه معانا انا وهي ان احنا نجاوب السؤالين المهمين. واول سؤال كان فيهم انا محتاج من الروبوت دوت يعمل ايه، وده بيخلينا احدد الاند افكت شكله عامل ازاي. واتفقنا انا وانتم ان الاند افكت بتاعنا هيبقى عباره عن كاميرا، لان مهمه الروبوت عندنا هي عباره عن فحص. وتاني سؤال كان معانا هو كان عباره ايه المساحه اللي هيغطيها الاند افكت، وده كان هيخلينا نعرف الديجري اوف فريدم بتاعه الروبوت بتاعنا. وببساطه ليه لازم نعرف المساحه، او ليه نعرف البرودكت اللي احنا هنعمله فحص؟ يعني مثلا انت عندك شاسيه عربيه مش هتساوى بعلبه الكنز، ده هيبقى ليها شغل وده هيبقى لها شغل تاني خاص بيها. وعشان نقدر نعرف المساحه اللي هيغطيها الاند افكت محتاجين اصلا سابقا نكون عارفين شكل البرودكت اللي الروبوت هيعمل له فحص. فبالتالي ديت كده اول خطوه عمليه معانا المفروض نبدا بيها في ارض الواقع. خلونا نبدا بيها مع بعض. ده كده شكل البرودكت بتاعنا، عباره عن جزء كده هرمي بره زي ما انتم شايفين كده، تمام، وفي جزء تجويف من جوه، لان احنا كان الروبوت ده اصلا كان مشروع عندنا في ماده وكان في منافسه وقتها، وكان التجويف الداخلي دوت كان مهمته ساعتها ان هي هيبقى اصعب بوزيشن بالنسبه للروبوت ان هو يخش جوه البرودكت دوت ويعمل انسبكشن. الانسبكشن بتاعنا او الفحص دوت كان عباره عن ان احنا بنفحص كيو ار كود او لون او حرف. فالمربعات اللي عندكم دي كلها كانت عباره عن اماكن كيو ار كود والوان وحروف زي ما انا ما وضحت لكم. فده كده شكل البرودكت معانا. بعد المحاولات وان احنا جربنا الاول روبوت كان 4 ديجري فريدم 5 ديجري فريدم، طبعا ما وصلش للبوزيشن كلها اللي احنا محتاجينه يغطينا، لان هو كان محتاج يغطي الجناب او ظهري فوق، وان هو يخش جوه وكمان يجيب الظهر، يجيب كل المنطقه دي كلها. فبالتالي احنا في الاخر رسينا عن ان الروبوت عباره عن 6 ديجري اوف فريدم. وبالمناسبه انا عندي في فرق بين الديجري اوف فريدم الخاصه بالاند افكت والديجري اوف فريدم عندي بتاعه الروبوت اصلا ككل. احنا لما بنيجي نشتري الروبوت بنشتري يعني لما يجي تقول لنا مثلا ان دوت 7 ديجري اوف فريدم او 6 ديجري اوف فريدم، ده بيبقى مقصود كالروبوت ككل كجوينت عندي. اما عندي الاند تاسك او اللي هو الاند افكت دوت، فدوت بيبقى دايما ثابت الديجري اوف فريدم بتاعته بتبقى 6 ديجري اوف فريدم او 6 محاور. ليه؟ عشان اقدر احدد البوزيشن بتاع نقطه الاند افكت ده هيبقى واقف. عندي الست محاور دول هو عباره عن 3 محاور ترانسليشن وثلاث محاور روتيشنال. الترانسليشن دول اللي احنا عارفينهم في الفراغ اللي هم الاكس والواي والزد. الروتيشنال دول هم عباره عن الثيتا اكس والثيتا واي والثيتا
سيتا زد. فبالتالي الاند افكت عشان احدد مكانه لا اما عارف السته دول او ممكن اكتفي حتى باثنين منهم لو انا شغال السيستم بتاعي ك 2 دي فقط، محتاج مثلا اعرف الاكس والواي او الزد والواي وهكذا. فبالتالي خلينا نفرق بين الديجري فريدم اللي بتاعت الاند افكت، الديجري فريدم بتاعت الروبوت ككل، بعيدا عن ان انا احدد مكان الاند افكت فين. بالمناسبه كمان معلومه كده سريعه، لما تتساوى الديجري فريدم بتاعتي بالديجري فريدم بتاعت الروبوت او اللي هي الاند افكت عندي، ان احنا مستخدمين 6 ديجري فريدم، وزي ما قلت لكم عشان احدد مكان الاند افكت او النقطه بيشاور عندها فين محتاج برضو اعرف ست معلومات اللي هم الترانسليشن والروتيشنال. وقتها الروبوت بيسمى اكزاكت اكتويتد او فولي اكتويتد. خلينا اوريكم الكلام مكتوب بشكل نظري قصاد. انا عندي فيه 3 كيسز بس ممكن يحصلوا عندي، لا اما عندي الديجري فريدم للجوين اقل من الديجري فريدم للاند افكت، لا اما عندي ديجري اوف جوين بيساوي الديجري فريدم بتاعت الاند افكت، لا اما عندي الديجري فريدم بتاعت الجوين اكبر من الديجري فريدم بتاعت الاند افكت. طبعا السلايدز ديت خاصه بالدكتور عمر شحاته، ربنا يبارك له، كان الدكتور بتاعنا في ماده الاندستريال روبوتكس. المهم خلينا نرجع تاني للموضوع بتاعنا. خلونا كده نفهم يعني ايه ديجري فريدم للجوينت اقل من الديجري فريدم للاند افكت. مثلا دلوقتي انا عندي في اند افكت وانا حاطه في ال 3 دي، فبالتالي انا عشان احدد اي نقطه للاند افكت هي عباره عن اكس وواي وزد، تمام. فانا مثلا عايزه يبقى بره، عايزه يبقى جوه، انا في عندي عمق وفي ارتفاع وفي طول. فبالتالي انا بقى المشكله بتيجي فين؟ لو انا جيت وانا بصمم الروبوت عملته عباره عن تو جوينت، اي بمعنى اخر زي ما اتفقنا سابقا 2 ديجري فريدم، وانا محتاج الاند افكت عشان احدد مكانه محتاج اعرف الاكس والواي والزي. فبالتالي هنا انا في بوينت معينه للاند افكت مش هيقدر يروح على الروبوت، لان انا عندي اصلا الجوينت اللي عندي مش بكفايه ان هي توصل لكل الاماكن. تاني كيس معانا واللي احنا اصلا عاملينها في المشروع الروبوتكس، اللي احنا عايزين الاند افكت يتحدد عن طريق الست محاور زي ما قلت لكم، الثلاثه ترانسليشن والثلاثه روتيشن. فبالتالي احنا عملنا عندنا الديجري فريدم بتاعت الروبوت ككل عباره عن 6 جوينت اللي هم 6 ديجري اوف فريدم. ده وقتها بيسمى اكزاكت سيستم او اكزاكت كونسترين او فولي اكتويتد. والسيستم ده ميزته ان انا اي نقطه عندي سواء كانت الفراغ بقدر اروحها لان انا عندي الانبوت المناسبه اللي تخليني اروح للمكان ده. ثالث كيس معانا لما يبقى الديجري فريدم بتاعت الجوينت اعلى من الديجري فريدم للاند افكت، في الحاله بيسمى اوفر اكتويتد او اندر كونسترين. طبعا النوع الثالث هو نوع مميز لان هو اصلا عنده انبوت زياده يديله السماحيه يوصل لبوزيشن غير اصلا اللي احنا متفقين في التصميم ان هو يروحها. يعني لو في بوزيشن تاني صعب يقدر يروحه بكل سهوله لان هو اصلا عنده السماحيه او عنده الزياده ان هو يعمل كده. ووقتها لما يروح البوزيشن الصعب بيتنقل من الاوفر اكتويتد يوصل معانا للاكزاكت اكتويتد. وتقريبا اغلب الروبوتات بتصمم على الثالث كيس اللي انا وهي الاوفر اكتويتد، بحيث ان انت يكون عندك السماحيه تروح النقط اللي انت عايزها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا النقطه دي. دلوقتي كده احنا خلصنا اول خطوه، عرفنا الديجري فريدم اللي احنا محتاجينها وعرفنا الاند افكت شكله عامل ازاي. نروح بقى لتاني نقطه معانا انا وهي التغذيه البصريه. زي ما قلت لكم ان احنا مش بنخترع حاجه من A to Z، احنا دايما بنبتدي من عند اللي وقف اللي عنده الاخرين او حتى بنقلد اللي هم عملوه سابقا، وباذن الله مستقبلا احنا نطور في الموضوع بعد ما نفهم ونقدر نعمل الحاجه دي ازاي ونفهم العلم الاساس بتاعه ايه. فبالتالي دلوقتي احنا عندنا في 4 مواقع ممكن نخش عليهم نقدر نعمل منهم تغذيه بصريه. اول موقع معانا الموقع المشهور لكل هو الموقع جراب كاد. انت لو دخلت وكتبت عليه بس روبوتك ارم هيظهر لكم جميع الاختيارات اللي هي ظاهره حاليا دي. وتاني موقع معانا بعد جراب كاد انا وهو سينج بيرد. انا ما اعرفش المنطقه صح ولا لا بس هسيب لكم طبعا اللينك بتاعه عندنا في الوصف. الموقع ده طبعا مشهور جدا وهتلاقوا عليه اغلب مشاريع التخرج للطلبه موجوده عليه. ثالث موقع معانا برينتابل. الموقع ده هتخشوا هتلاقي عليه برده تصاميم كتيره وخاصه للشباب اللي هم عندهم ال 3 دي برينتنج، هتلاقوا هنا تصاميم مصممه خصيصا لل 3 دي برينتنج. ورابع موقع معانا زي ما انتم شايفين هسيب لكم اسمه على الشاشه هتلاقوه مختص اكتر بالاطراف الصناعيه الهاند والليجو والكلام ده كله، هتلاقوا الحاجات دي مشهوره عليه قوي. ودول كده 4 مواقع عندنا نقدر نعمل منهم التغذيه البصريه. وطبعا احنا كده خلصنا اول خطوه وثاني خطوه، هنيجي على الخطوه الثالثه اللي انا وهي التصميم. طبعا الخطوه ديت انت عندك حريه الاختيار سواء كنت هتستخدم الانفنتور او السوليد وورك او الفيوجن او سينكر كاد، اي حاجه اللي انت تعرف تستخدمه وتتعامل معاه. انا هنا استخدمت السوليد وورك بس مش شرط انك تستخدم سوليد وورك زي اللي انت بتعرف تستخدمه يتعامل معاه وعيش. الموضوع مش حكر على اي برنامج، اللي انت بتعرف تستخدمه استخدمه وتوكل على الله. هنا كده في التصميم بتاعنا بدانا نرسم كل جوينت لوحده. هبدا اوريكم بس البارتات كده بشكل سريع واوريكم الاسمبلي. طبعا انا مش هقدر اشرح لكم او اوريكم انا اصمم البارتات دي ازاي من البدايه. لو انتم حابين باذن الله فيما بعد ننزل من سوليد وورك يبقى وقتها نقدر نسجل بلاي ليست كامله ويبقى معانا الوقت ان احنا نعمل كده. دي كده كانت عندنا البيز بتاعه الروبوت، تمام. وعندنا ديت الكاب اللي هي الخاصه بيها، وعندك ده اللينك كان مسؤول عن الحركه اللي هي الدورانيه ديت هتشوفوها اثناء تشغيل الروبوت. وعندنا ديت اللينك اللي هي اول لينك بعد البيز على طول، ديت هنا
هنا مكان بنحط فيه المكان دوت معمول مخصوص على مقاس السيرفو. السيرفو هنا بيخش وبنبدا من الطرف اللي هو التاني دوت نبدا نمسك السيرفو بالاربع مسامير اللي عندنا دول. وكذلك الامر الجزء اللي هو الخلفي دوت بيركب هنا ديسك باربع مسامير، والديسك دوت بيكون راكب على السيرفو. هتشوفوا الكلام دوت اثناء الاسمبلي او اثناء التجميع باذن الله. دي كده تقريبا كل البارتات بتاعتنا. هنا البارت دوت هتلاقوه نفس الكلام اللي انا كنت بقول لكم على البارت الاولاني. هتلاقوا هنا الفتحات ديت اول ما تشوفوها على طول تعرفوا ان هنا في هيركب ديسك متثبت باربع مسامير، والديسكين دول متركبين على السيرفوهات. طبعا كنا عاملين الهولز اللي هي اللي جوه لكل لينك ديت بحيث ان احنا نمرر فيها الاسلاك بتاعتنا، سواء كان بقى اسلاك السيرفوهات او سلك الكاميرا، او هتشوفوا الكلام ده كله قدام. يعني اعتقد ان احنا مش محتاجين نحرق وقت اكتر من كده في موضوع التصميم. عايز بس اوريكم كده الاسمبلي كامل بعد ما جمعناه. تمام، هنا هو ده كده الاسمبلي بتاعنا كامل. طبعا تقدروا تحركوا الروبوت بتاعكم من هنا وكنتوا توصلوا للبوزيشن اللي انتوا عايزينه. هنا طبعا احنا عشان نحدد جزئيه ان انا هحتاج كام ديجري فريدم كنا بنرسم الروبوت فعليا في المكان اللي انتوا شايفينه كده، وراسمين البرودكت قدامكم اهوت اللي انا كنت رسمته لكم بشكل يدوي اللي هو الشكل الهرمي والتجويف الداخلي دوت. كنا بنمسك الاند افكت دوت وكنا بنبدا نلففه حوالين البرودكت بحيث ان انا اشوف هيوصل للنقط اللي انا كنت محددها هنا ولا لا. يعني دي كانت تركايه ممكن انتوا تعملوها وانتوا شغالين بحيث ان انتوا ما تقعدوش ترندموا كتير. ترسم كده 4 ديجري 5 ديجري وانت ماشي بحيث ان انت تشوف في الاخر هل هيوصل للبوزيشن اللي انت عايزه ولا لا. ده كده التصميم بتاعنا، مش محتاجين نحرق فيه اكتر من كده. وزي ما قلت لكم ان شاء الله لو احتاجنا كورس مستقبلا ممكن نعمل كورس او بلاي ليست كامله عن الموضوع دوت. زي ما قلت لكم سابقا ان انا بعد ما خلصت التصميم ده مش معناه ان انا اخد بعضي جري واروح لبتاع السي دي برينتنج وابدا اطبع المشروع بتاعي، لان انا حتى الان انا مفتقد معلومه. انا دلوقتي رسمت الجوين دي، المفروض انا يعني قبل ما اعمل الاسمبلي دوت انا مش عارف السيرفو اللي هيركب اصلا. انا مش عارف شكل السيرفو هل هو هيبقى صغير كبير الحجم بتاعه. عشان اساس الحجم بتاعه هبدا اصمم الجوين زي ما انتم شايفين كده. فانا دي هتخلينا نروح للنقطه الرابعه انا وهي الاكتويتور سايزنج. في النقطه ديت زي ما انا قلت لكم سابقا احنا بناخد التصميم بتاعنا من السوليد وورك وبنبصيه للماتلاب مباشره، وهو هناك بيتعامل وبنبدا نعمل من عليه كل حاجه. طبعا الطريقه سهله باذن الله، هوريكم كده على عجاله الموضوع بيمشي ازاي. المفروض اول حاجه تعملوها عشان تقدروا تحولوا الديزاين بتاعكم من السوليد وورك للماتلاب انك تخش على المتصفح. تمام، لان احنا هنستخدم حاجه اسمها سيم سكيب مالتي بادي لينك، دي اللي هي بتعمل الكونكشن بين السوليد وورك والماتلاب. وعشان تقدر تعمل حاجه زي كده المفروض ان اصلا ان هي ليها فايل بينزل وبتبدا تسطب الفايل دوت على الماتلاب عشان يقدر يفعل لك الميزه دي وتقدر تنقل التصميم من هنا لهنا. فانا كده نسيرش مع بعض سيم سكيب مالتي بادي لينك. تمام، ده عندك اول لينك خش عليه على طول. هيبدا هنا بقى يديك الرولز او التعليمات اللي انت المفروض اصلا تمشيها، لان انت اصلا يعتبر مش محتاجني في النقطه دي. انت لو قرات اصلا الدوكيمنت ده لوحدك انت هتعرف تعمل كل حاجه. بس خلينا برضو كده يا رجاله نعمل الموضوع ده كله مع بعض. هنا اول حاجه بيقول لك ان انت جيت الانستليشن فايل، فهنروح داخلين على اللينك اللي هو سيبه لنا. هو عموما الماتلاب منظم قوي في الحته دي، سايب لك كل حاجه ماشي. هو حرفيا مش هيخليك تدور بره. انت لو مشيت ورا الكلام اللي هو كاتبه لك انت هتعمل كل حاجه. خلينا نمشي مع بعض كده واحده واحده. بعد الخطوه انك بعد ما تملى البيانات بتاعتك هروح مديك للبيج دي. البيج دي هنا انت بتشوف الماتلاب بتاعك الفيرجن بتاعه كام. انا مثلا عندي هنا بستخدم الفيرجن اللي هو 2024 بي. هبدا اخش هنا على الفيرجن بتاعي اللي هو 2024 بي وابدا انزل الفايل اللي هو الزي اي بي. ما انزلش اللي هو الانستول ادون دوت، لا انزل الزي اي بي. حتى ما تقراوا التعليمات قدام هتلاقي ان هو بينزل لك بيقول لك نزل ده بعينه، ما تنزلش الفايل الثاني عشان ننزله سابقا فمش هنزله تاني. هنا هو قال لك اتبع هنا التعليمات ونزل الفايل. طبعا دي انا قلت لكم نعملها ازاي. تاني خطوه معانا بقى قال لك انت هنا بعد ما خلصنا حملت الفايل بتاعك اهم حاجه ان هو مأكد عليك ما تفكش الضغط بتاعه، سيبه زي ما هو. انتوا اصلا لما تيجوا تنزلوا الفايل هتلاقوه بالمنظر دوت، بس طبعا ما تفكروش ان انتوا تفكوا الضغط من عليه. زي ما احنا كده دلوقتي شفنا وحملنا الفايل، اهم حاجه اللي هو منبه عليها هنا ان انت ما تفكش الضغط عن الفايل. انا همر معاكم سريعا الخطوات دي اللي انا عملتها سابقا بس عشان خاطر وانت بتعملها في البيت تقدر تعملها باذن الله. تاني حاجه هنا بيقول لك تعملها انك تروح على الماتلاب وترن الماتلاب از ادمنستريتور، مش تفتحه عادي. تدوس الاول كليك يمين قبل ما تفتح وتختار ان هو يرن از ادمنستريتور عشان الطريقه تشتغل معاك. تبدا على طول فورا تكتب الامر دوت عندك هنا في الكوماند ويندو انستول ادون، وتاخد عندك انت طبعا نزلت الفايل اللي هو اللي انا قلت لك ما تفكش عنه الضغط عندك في الداونلود. فازاي تزوره عندك هنا تروح دايس عندك هنا على الايقونه دي تبدا تروح مباشره لقائمه الداونلود وتعمل سيلكت فولدر. هيبدا عندك هنا في الايقونه اللي عندك اللي على الشمال يظهر عندك كل حاجه كانت موجوده في الداونلود. انا المهم بالنسبه لي هو الفايل دوت. انا جاي كاتب الامر دوت وداخل واخد اسم الفايل دوت كوبي وحاطه هنا بيست وراح جاي دايس رن. انا طبعا عشان انا عملت الحاجات دي قبل كده وثبتها قبل التسجيل وساعه المشروع فبالتالي هي مش هتتعمل معايا تاني ايه دلوقتي وهيديني انفيرور ان هي متثبته قبل كده. خلاص احنا كده خلصنا الخطوه اللي هي الثانيه اللي كان بيتكلم عليها. تعالوا بعد كده نشوف الخطوه الثالثه. قال لك هنا ان انت تروح تفتح الماتلاب عشان تضيف البلجن، وبتضيفهم عن طريق الطريقتين، يا اما عن طريق الماتلاب نفسه يا اما عندك عن الكوماند اللي هي الكوماند ويندو بتاعتك بتاعت الويندوز نفسها. فاحنا خلينا نستخدم الطريقه اول حاجه في الماتلاب. تمام، ناخد الامر اقول لك انت روت الامر دوت هناخده مع بعض كده نشوف هل هيشتغل معانا. انا عملته قبل كده
كده مش عارف هيشتغل ولا لا، بس خلينا نجرب مع بعض. تمام، هو كده الامر هو طالما ما جابليش اي ايرور فان هو كده ايه تمام اشتغل. وكمان قال لك في طريقه تانيه انت ممكن تعملها، تروح واخد ده كده، تروح رايح عندك هنا على الكومنت برومت بتاعه الويندوز بتاعك، تبدا تروح جاي عامل بيست كذا. هنا برده كده المشكله اللي واجهتني ان هو قال لي برده وانت بترن الكومنت المفروض ترنه از ادمنستريتور. فنرجع تاني كده نفتح الكومنت مع بعض اهو، ران از ادمنستريتور، هيفتح معانا. عامل تاني بيست للامر ادهولنا، بس الف مبروك كده عليك اشتغل. طالما جاب لك البيدج ديت يبقى ده كده الامر اشتغل معاك واتفعل. هنا بس في النقطتين اللي احنا عملناهم اخر حاجه دول انت عيدهم كذا مره، لان انت ما هنيجي نفتح السوليد وورك هنكتشف ان الايقونه اللي هي السيم سكيب مالتي بادي ما ظهرتش من اول مره. فعادي امسك تاني الخطوات ديت وعيدها، يعني حاول مره واثنين، بعد كده يقفل مثلا اللاب، روح اعمل اي حاجه وارجع هتلاقي الدنيا اشتغلت. انا ما اعرفش ايه السبب بصراحه، بس ده اللي حصل معايا وانا بعمل الموضوع ده، يعني ان هو ما اتعملش معايا من اول مره، انا قعدت احاول كذا مره لغايه ما اشتغل معايا. يعني نصيحه كمان، وانت بتشتغل على السوليد وورك انا حاليا بستخدم فيرجن 25، وانت شغال على السوليد وورك او انت بتثبته نزل فيرجن اقل من 23، لان هو حتى في التعليمات وانت بتثبت البلجن دون هتلاقيه بيقول لك ان انت تستخدم السوليد وورك تحت فيرجن 22. انا ساعه المشروع كنت شغال 23 وكان شغال معايا كويس، ما كانش فيه اي مشكله، ومن اول مره عملت الموضوع مشي معايا. 25 بقى هو تعبني شويه لغايه ما عملت الموضوع. فلو كده استخدم 23، وخصوصا انا لما نزلته كنت حاسس بقى ان كنت عايز اشوف الفيرجن الاحدث اللي الاضافات اللي ضافوها جديده والكلام ده كله، ما لقيتش فيه اختلاف. يعني بالنسبه لشغلنا احنا مش محتاجين الفيرجن الاحدث، دول 23 هيكفي وزياده معاك. فدي حاجه برضو تخلي بالك منها وانت بتثبت السوليد وورك لو انت لسه ما ثبتوش وناوي تشتغل عليه. طبعا الكلام ده كله بيتعمل بالانفنتوري، يعني انت لو دخلت على الدوكيمنت اللي احنا كنا شغالين عليه دون هتلاقي ان هو بيشتغل لك الموضوع دوت مع السوليد وورك وبيشتغل لك مع الانفنتوري. احنا كده تقريبا خلصنا جزئيه الماتلاب، خلينا نخش نفتح الدوكيمنت بتاعنا ونشوف هل في حاجه كده ناقصانا. تمام احنا خلصنا الكلام ده كله. وبعد كده بقى قال لك ايه، روح خش على السوليد وورك وهنكمل بقى ايه باقي التعليمات من هناك. وهنا كده السوليد وورك فتح معانا تاني، هنفتح بقى الجزء الخاص بالاسمبلي. طبعا انت لو عامل الطريقه اللي على الماتلاب اللي احنا لسه عاملينها حاليا، المفروض ان انت هنا لما هتيجي تفتح قائمه تولز دي مش هتلاقي حاجه اسمها سيم سكيب مالتي بادي لينك. دي المفروض ان انت بتروح تحت عندك عند الاد ادونز، بتلاقي عندك سيم سكيب مالتي بادي لينك، تبدا تعلمها من الناحيتين هنا. تمام، بتعلم ديت وبرده بتعلم من الجهه الثانيه ديت، بحيث ان هو كل ما تستارت بالبرنامج يكون هي متفعله، ما تحتاجش انت كل مره تفعلها. تروح دايس اوكي، تيجي تدوس على تولز تاني هتلاقيها مباشره ظهرت عندك بره. كل الخطوات اللي انت تعملها هتروح جاي دايس اكسبورت سيم سكيب مالتي بادي، هتيجي تسمي الفايل بتاعك، بس تلاحظ ان التسميه بتاعتك ما ينفعش تسيب سبيس بين الكلام، تعمل كده اندرسكور هنا وتبدا تسمي الحاجه بتاعتك. وطبعا لما تيجي تحفظ الكلام ده كله في فولدر واحد للمشروع بتاعك، ما تحفظش هنا شويه وهنا شويه عشان قدام هيعمل معاك مشكله. انا طبعا عشان خاطر حافظ الفايل ده قبل كده فمش هحفظه تاني، يعني عندك اهوت هتلاقيه فورمات لاب، فانا مش هحفظه تاني. بس هي دي كده الطريقه خلاص عموما، يعني كده كل الموضوع انتهى في الخطوتين دول. عشان كده نطلع ونفتح بقى على الماتلاب، هتلاقي امر هنا اسمه سيم امبورت. فاكرين ما كنا بنستخدم امر اللي هو الانستول ادون ومسحنا الكلام اللي جواه وخدنا هنا الاسم بتاع الفايل اللي هو المضغوط وحطيناه؟ هنعمل نفس الموضوع دوت. هنضيف اول حاجه الباص اللي احنا سيبنا في الفايل، بس هتلاقوا هنا كده عندكم الفايل اهوت بدا يظهر. تمام، هتلاقوا عندكم هنا الفايل اهوت ظهر اسم اهوت فورمات لاب زي ما احنا كنا مسمينه. نضغط على نفس الضغطتين وناخده كوبي ونيجي نمسح الاسم دون مش محتاجينه بس، وتبقى زي رن. سيبه بقى شويه لان طبعا الماتلاب اصلا تقيل لوحده، فسيبه ياخد وقته لغايه ما يحمل. يعني انا الماتلاب بتاع سنه التصوير اهوت بيموت حرفيا، وهيجيب لك الورنينج هنا بس ما تهتمش بيه، هتلاقي الامور شغاله عادي. هنا طبعا بعد ما اخلص هتلاقيه ظهر معاكم بالمنظر دوت. حاولوا بس هنا تنظموا الامور. تمام، اللي ظاهر لك دوت هنا كل ريفيو ديت عباره عن الجوينت عندك. فاكر ان انا لما قلت لكم ان احنا بنحدد الديجري فريدم عندنا عن طريق عدد الجوينت، فاحنا كنا متفقين اصلا ان الروبوت عباره عن 6 ديجري فريدم، فبالتالي هنا هتلاقي فيه عندك 6 جوينت. عندك الريفيو 2 3 وريفوليوت 1 4 و5، هنا كده دول عندك 6 جوين. طبعا زي ما انا وريتكم كده احنا عملنا امبورت التصميم بتاعنا من سوليد وورك للماتلاب، ووريتكم شكله كان عامل ازاي. جه اللحظه دلوقتي ان احنا نعمل الاكتيفيتور سايزنج، نحسب الار ام اس تورك بتاعنا والماكسيمم تورك. طب انا هنا ايه اللي المفروض اعمله؟ انا اولا محتاج ادخل انبوت او حركه او موشن للجوينت دي، بحيث ان هو الماتلاب مباشره هو يقدر يحسب لي التورك الخارجي. طب اقدر اعمل حاجه زي كده ازاي؟ اول حاجه المفروض اعملها، طبعا انا جهزت كل حاجه عشان ما نحرقش وقت واعرفكم الحاجه دي عملتها ازاي. تمام، اول حاجه عندك هنا الريفيو جوينت. هنا لما تيجي عند الريفيو جوينت لو كنت خدت بالك من الامبورت اللي احنا عملناه، كانت الجوينت اصلا ما فيهاش اي حاجه، لا فيها كيو ولا في تي ولا في خارج ولا في داخل. فاحنا هنا هنروح فاتحينها. اول حاجه هنيجي عند حته الاكتويشن وهتلاقي هنا مديك التورك والموشن، فانا زي ما قلت لكم اديله الموشن ومحتاجه هو يحسب لي التورك. تمام، فاجي عند حته التورك هنا خليها زي ما هي كده تكلي كومبيوتد، واجي عند حته الموشن واقول له ان هي بروفايدد باي ام. طب زي الفل، احنا عملنا الموشن وقلنا ان هو هيحسبها لي. طب انا دلوقتي عايز اشوف الخارج بتاعي، هتلاقي في حاجه اسمها سينسنج عندك، هي ديت عباره
عباره عن الاوتبوت بتاعك. طبعا احنا محتاجين نعرف الاكتويتر تورك، فاخترنا الاكتويتر تورك ونطلع كده هتلاقي على طول مباشره ان الجوينت معي اصبح ليها مدخل واصبح ليها مخرج. طب دلوقتي بقى ندخل ازاي الموشن؟ انا هنا هندخلها عن طريق الساين ويف وعن طريق الامبليتيود. للساين ويف انا بتحكم بالمدى الحركي بتاع الجوينت بتاعتي، يعني انت عارف ان عندك الزاويه عباره عن 360 درجه والراديال بتاعها عباره عن 2 باي. على حسب الامبليتيود اللي انت هتديله الساين ويف ده هو اللي بيحدد المسار بتاعك. هل انت مثلا عايزه يتحرك 360 فتحط الامبليتيود عباره عن 2 باي، هل انت عايزه يتحرك باي فقط لو 180 درجه فبتحط الامبليتيود عباره عن باي، وهكذا بقى. فانا هاجي هنا هفتح الساين ويف وهاجي عند حته الامبليتيود وهاجي اعملها 2 تايمز الباي، تمام. هو هنا اصلا الماتلاب بيتعرف على الباي لوحده، والفريكونسي هنا خليه واحد زي ما هو يعني. طبعا انا غيرت الامبليتيود خليته عباره عن 2 باي، ولكن نعمل ابلاي ونعمل اوكي كده. احنا ايه خلصنا الجزء الانبوت اللي هو الخاص بالساين ويف. وخلينا كده نمسح الكونكشن دوت عشان عايز اوريكم حاجه. انت هنا لو خدت الساين ويف مباشره ورحت رايح على الريفوليوت جوينت مش هتلاقيها بتكونكت بالريفوليوت جوينت، كده علامه الايه اللي بلوك. طب ايه السبب لحاجه زي كده؟ هنا الماتلاب معتمد الامبورت اللي انت عملته له او التصميم اللي انت عملته له دوت هو عباره عن جزء فيزيكال هو ما بيتعاملش معاه مباشره، وانت هنا شغال في بيئه اللي هي اللي عباره عن السيمي لينك. وعشان تحول من سيمي لينك او تاخد حاجه من السيمي لينك وتدخلها على الفيزيكال محتاج كونفرتر او محتاج وسيط بين الاثنين يتعامل معاهم. فهنا موفر لك الكونفرتر. يعني احنا دلوقتي عايزين نحول من السيمي لينك للايه للفيزيكال، فهتلاقي الكونفرتر بالاسم دوت. يعني كتبت السيمي لينك بي اس كونفرتر هتلاقيه موجود عندك. وكذلك الامر وانا في الاوتبوت بتاعي انا عايز اخد من جزء فيزيكال اودع سيمي لينك اللي هو السكوب او الديسبلاي بحيث ان انا اعرض النتيجه بتاعتي، وانا جاي اعمل له هنا عباره عن ايه بي اس كونفرتر اللي هو الفيزيكال تو سيمي لينك كونفرتر. لو كتبت بي اس اهوت هتلاقيه ظهر معايا. بعد كده نرجع تاني نوصل الكونكشن بتاعنا. تاني حاجه بقى المفروض تعملها، انت دلوقتي عملت الكونفرتر ما بينهم بس انت ما وضحتلوش هو داخل له ايه ومفروض هو يخرج ايه. فاحنا جاي فاتحينه هنا. طبعا هنا اول ما هتفتح هتلاقي عندك في اوبشن اللي هو اليونت. زي ما انا قلت لكم ان احنا مدخلين موشن، اي بمعنى صح احنا مدخل له انجل، فاليونتس بتاعتها هي عباره عن راديال. تاني اوبشن معانا هنا اللي هو الانبوت هاندلنج. هنا بيسالك ايه هل انت هتستخدم فلتر في الدخل بتاعك ده ولا لا. طبعا احنا هنا محتاجين نستخدم فلتر. طب ايه السبب؟ انا مش هروح ادخل انجل مباشره على الجوينت، هي مش تفهم حاجه زي كده. فبالتالي انا باجي واخد الانجل ديت عامل لها ديريفاتيف مرتين بحيث ان انا اخرج او ادخل للجوينت عندي اكسلريشن مش هدخل لها الانجل. فبالتالي انا هستخدم سكند اوردر فلتر. كده الانبوت بتاعنا يعتبر خلص. نيجي بقى للجزء الاوتبوت. انا هنا خدت الاوتبوت دخلته على البي اس كونفرتر وخدته دخلته على السكوب داون زي ما انتم شايفين كده. السيجنال كنت عملت رن قبل كده فدي السيجنال الخارجيه. هنا لو هنا عملت رن على طول هنا وخدتها على السكوب ده مباشره، فانا السكوب ده اللي اقدر اجيبه منه اللي هو الماكسيمم تورك بس. هو هنا عباره عن تقريبا 1.3 او 1.4. وانا قلت لكم عشان خاطر نشتري موتو انا محتاج اعرف الماكسيمم تورك وكمان محتاج اعرف الار ام اس تورك. انا كده حاليا معايا الماكسيمم تورك ودي كده اول خطوه وجبناها. ازاي بحسب الار ام اس تورك؟ انت ممكن تحسبها بشكل يدوي في الماتلاب، تعمل امبورت للبلوكات لان انت في الاخر الار ام اس بتاعك عباره عن السكروت مين سكوير. لو انت بتاخد البرودكت بتاعك بتجيب ليه المين او الافريج بتاعك وبعد كده بتجيب الجذر التربيعي لكل الكلام دوت بيطلع لك رقم صحيح هو الار ام اس تورك بتاعك. هنا الماتلاب مسهل عليك الموضوع، مش لازم تنسيرت البلوكات ديت، ممكن تدوس على طول هنا في السيرش تكتب ار ام اس تاخد اول بلوكايه عندك تنزلها والموضوع انتهى. وتروح جاي مدخل عليها الخارج بتاعك والخارج من الار ام اس دوت تدخله على الديسبلاي وتيجي عامل رن. خدت بالك هنا الماكسيمم تورك كان تقريبا خلينا كده نزود 1.25 والار ام اس تورك طبعا لازم يبقى اقل من الماكسيمم تورك لان دوت الافريج تورك بتاعك هتلاقيه طالع معاك هنا ايه 1.07. ده كده الار ام اس دوت كده ايه الماكسيمم تورك. طبعا لكل جوينت تلاقي كل جوينت نفس الكلام. احنا كده خلصنا الاكتويتر سايزنج، عرفنا الار ام اس تورك وعرفنا الماكسيمم تورك بتاعنا. طب دلوقتي خلينا نتكلم في حاجه بسيطه. ايه معنى الرقم اللي هو طالع لي دوت؟ الرقم اللي طالع لي دوت الوحده بتاعته عباره عن نيوتن في المتر، وانا باجي اشتري الموتور هتلاقي الموتور بتاعك تشتريه بالكيلو جرام لكل سنتيمتر. فازاي احول حاجه زي كده لكيلو جرام سنتيمتر؟ بتخش عادي على الجوجل كروم وتعمل له هنا كونفيرت. عندك مثلا هنا طلعنا ان الار ام اس تورك بتاعنا عباره عن 1.07. فتخيل كده 1.07 طلع معانا ان الكيلو جرام اللي احنا محتاجينه او الموتور اللي احنا محتاجينه عباره عن 11 كيلو جرام. فاحنا لو جينا هنا دخلنا على اي موقع بيبيع الكترونكس زي امبير مثلا كده كتبنا هنا دي سي موتور هنا كده شوف كده موتور زي ده هتلاقي هنا كل موتور هنا عباره عن ايه. ده التورك بتاعه عباره عن 5 كيلو جرام لكل سنتيمتر. ده التورك بتاعه عباره عن 12 كيلو جرام لكل سنتيمتر. لا يفضل انك تجيب رقم قريب من الرقم اللي احنا مطلعينه. احنا مطلعين الرقم عباره عن 11 كيلو جرام فانت بتضرب في فاكتور الاول قبل ما تشتري الحاجه. يعني مثلا ممكن تخلي الفاكتور دوت عباره عن 1.5 فانت عندك هنا 1.5 في ال 11 فيطلع معاك التورك المطلوب اللي انت عايزه اللي هو الار ام اس تورك عباره عن 16.5 والماكسيمم تورك بتاعنا كان عباره عن 1.25 هيطلع معانا حوالي 13 كيلو جرام كل سنتيمتر. برضه ما تيجي تضربه في الفاكتور بتاعك 13 عندك هنا تايمز 1.5 هيطلع معاك هنا حوالي 20 كيلو
جرام لكل سنتيمتر او 20 كيلو جرام لكل سنتيمتر. خلي بالك وانت بتيجي تشتري على الموقع ال 12.5 كيلو جرام اللي هو كاتبهم لك ضمت عباره عن الماكسيمم تورك مش الار ام اس تورك بتاعك، فبالتالي اصلا انت محتاج تخش على الداتا شيت بتاعت الموتور وتشوف الموتور الار ام اس تورك بتاعه قد ايه، لان انت اكيد هتلاقيها اقل من كده، ممكن مثلا تلاقيه وصل معاك ل 10 8، وطبعا على حسب تختلف من موتور للتاني. فاهم حاجه قبل ما تشتري الحاجه دي تخش على الداتا شيت الاول تشوف الار ام اس تورك للموتور قد ايه، وكمان الماكسيمم تورك بتاعه، تتاكد اصلا من المعلومه ديت وما تاخدش على طول من الموقع مباشره. بتاخد الاسم بتاع الموتور وتبصيه عندك المتصفح، تكتب جنبه داتا شيت وعيش بقى مع الداتا شيت. احنا كده خلصنا الاكتيوتر سايزنج وخلصنا التصميم بتاعنا، ومفروض دلوقتي يجي لحظه ان انت تبعت التصميم بتاعك لحد وتبعه له. انا حاليا هديك برده كذا حاجه كده ينفعوك عشان ان شاء الله ما تخليش حد يضحك عليك. اول حاجه ديت ازاي اصلا بتبعت الفايل للشخص اللي انت هتطبع عنده وكمان بتبعته بصيغه ايه، وكمان ازاي تعرف الجرامات اللي انت تحتاجها والتكلفه قبل ما تروح للشخص اللي انت تطبع عنده، بحيث ان انت تبقى عارف تكلفتك قبل ما تعمل اي حاجه. خلينا كده نخش على السوليد ورك. اول حاجه هنعمل كده تصميم بسيط. قلنا كده نعمل بارت، نيجي هنا عند قائمة سكتش واختار فرونت بلين، ممكن اجي هنا واعمل ديسبلاي جريد، انا بحب اعملها بصراحة، واروح جاي هنا كده مختار اللي هو السنتر ريكتانجلر، وجاي هنا كده في المنتصف بتاعي، واروح جاي راسم مربع ده، واجيب السمارت دايمنشن ادي الابعاد بتاعتي عبارة مثلا هنا 10 مللي اللي احنا كنا في سنتي، خلينا ايه في 100 مللي، كذلك الامر 100 مللي. تعالى عند قائمة الفيتشرز نعمل هنا اكستريود، ممكن نختار اكستريود بتاعنا برضه يبقى عبارة عن 100 مللي كده، اصبح معانا مكعب بالمنظر ده. انا بقى نيجي نحفظ الفايل، هنيجي بقى نحفظ الفايل هنا، راجع عاملين سيف اس ونختار الصيغه بتاعتنا اللي هي الاس تي ال. طبعا مش ده الصيغه النهائيه اللي هتخش على 3 دي برينتنج، لان اصلا ال 3 دي برينتنج بتفهم حاجه اسمها الجي. احنا دلوقتي بنستخدم الصيغه ديت فقط عشان ندخلها على برنامج وسيط، بنقدر عن طريق البرنامج بنحسب الجرامات بتاعتنا، وكمان بنحسب الوقت اللي هي هتاخده في الطباعه قد ايه. فانا كده نحفظه بره ونسميه مثلا ايه، فانا مثلا نسميه هنا بارت 1 بلس ونحفظه على الديسك توب. ماشي، هنا هتلاقوه ظهر اهوت. البرنامج اللي احنا هنستخدمه في الشرح او اللي هو اللي يحسب لنا موضوع الجرامات والوقت والكلام ده كله اللي هو الالتيميكر كيورا. طبعا هسيب لكم الكلام ده كله واللينكات دي كلها في الوصف ما تقلقوش يعني. دي كده واجهه البرنامج، واجهه بسيطه. باجي اخش هنا على الفايل واعمل اوبن فروم ديسك، اروح على الديسك توب واختار الايه البارت 1 اللي احنا عملناه اللي هو الايه الكيوب زي ما هو كده باين. هنا قبل ما تعمل الطباعه بيبقى في عندك اوبشن، هو حتى بيخيرك هل انت محتاج الانفل عباره عن قد ايه، من اول صفر اللي عندك 100%. طيب خليني كده بشكل سريع اوضح لك الانفل عباره عن ايه وبيأثر على المنتج ازاي اللي انت بتطبعه. عندك كده الصوره ديت اهي بتوضح لك 3 برودكت مطبوعين بانفل مختلف. عندك الديزاين اللي هو في الاول ده عباره عن انفل قليل، انفل متوسط تقريبا 50%، وعندك الجزء البارت الاخير هو عباره عن انفل 100%، واعتقد ان الاولاني هتلاقيه حوالي 5 او 15%. خدت بالك هنا من التجويف جوه عامل ازاي؟ خدت بالك بالخطوط بين المسافات بين الخطوط؟ يعني انت لو جيت عملت برودكت بالمنظر هتلاقي البرودكت ده هش، فاهمني؟ يعني الانفل القليل بيستخدموه احيانا في الحاجات اللي بتتحط ديكور فقط، عايز مثلا تعمل نجفه الديكور فانت مش محتاج تبقى مصمطه من جوه الكلام انت مش محتاجه تبقى ماسكه نفسها قوي، يعني انت مش هتشيل اوزان. اما مثلا احنا بنعمل لينك شايل مثلا موتور وشايل تورك عالي زي ما بنتكلم في 20 كيلو جرام والكلام ده كله، لا فانت محتاج الانفل بتاعك يبقى عالي، ودي غلطه احنا وقعنا فيها، ما كناش لسه اصلا فاهمين يعني ايه انفل. يعني انا اعتقد احنا عملنا حوالي الانفل 25% وده كان قليل جدا، يعني كان الطبيعي بتاعنا احنا نشتغل حوالي انفل من 50 ل 60%، فاهمني؟ فده كده معنى الانفل بكل بساطه. تعال كده نشوفه برده على البرنامج هنا هل هيوضح معانا ولا لا. كان كده في الاول نعمل انفل 0% ونيجي نحسب الوقت والخامه. هنا الوقت بتاعك اللي هتاخد حوالي 4 ساعات، وعندك الجرامات اللي انت محتاجها 67 جرام، وانت بكل بساطه انت عارف انت متوسط الجرام بتاعك من 2.5 ل 3.5، فتضرب في العدد الجرام بتاعك، فانت كده عرفت الكوست بتاعتك هتبقى قد ايه قبل ما تروح للراجل، وفي نفس الوقت ما تدوش فرصه ان هو يضحك عليك. يعني كده نبص على المجسم ده كده من فوق. بصوا كده خلي بالكم لما كده عملنا هنا كده الانفل 0%، وجينا حسبنا قلنا ان هو يحتاج 4 ساعات. بعد كده نعمل ريفيو، خدت بالكم ان الكيوب اصلا من جوه اصبح فارغ، ما عادش فيه اصلا جريد، يعني بص ما عادش فيه اي خطوط جوه اصلا، اصبح من جوه مجوف. تعالوا بقى كده نغير الانفل بتاعنا ونخليه 100% وارفع كده، اصبح مصمت بتاتا من جوه. هنا بقى الاختلاف اللي حصل بعد ما كنا بنتكلم في 3 4 ساعات و70 جرام لما كان الانفل زيرو، هنا اصبح معانا يوم ونص محتاجين طباعه الجزء اللي هو ال 100 مللي اللي هو 10 سم، وكمان محتاجين عدد الجرام بتاعتنا 1366 جرام بعد ما كان حوالي 70 جرام. فده كده الفرق بين الانفل، وما تخليش حد يضحك عليك وخليك فاهم. طبعا هنا بعد ما عرفنا الجرامات وعرفنا الوقت اللي احنا محتاجينه، لو عندك ان شاء الله ربنا يكرمك في المستقبل يبقى عندك 3 دي برينتنج ويكرمنا لك كمان بواحده، فاتحين الفايل وعاملين اكسبورت تمام على الديسك توب برده، ومختارين هنا التايب بتاعنا عباره عن
عن جي كود 5. ده اللي انا بقول لكم عليه بقى، ده اللي بيخش على ال 3 دي برينتنج اصلا، ووقتها بتاخد بقى الاوامر بتاعتها وتيجي عامل سيف. هتلاقي عندك فايل زي ده كده وخرج بره، لما تيجي تفتحه من جوه مش هتبقى فاهم اصلا هو عباره عن ايه. دي كده عباره عن ارقام، وهي دي بقى ايه الجي كود. احنا كده خلصنا اول خطوات، وخليك يا صديقي فاهم، عارف تقدر تحسب الوزن ازاي، وعارف الصيغه اللي انت هتبعتها للراجل اللي هيطبع لك الحاجه. دلوقتي بقى جيت لجزء الاسمبلي، وهسيبكم بقى تعيشوا مع الاسمبلي شويه. وبكده يا صديقي احنا خلصنا مع بعض حلقة النهاردة. انا عارف ان هي طولت حبتين، بس ان شاء الله تطلع منها باكبر استفادة وتكون فهمت كل خطوة عملناها. دلوقتي لو خدت بالك احنا خلصنا مع بعض اول 6 خطوات، فاضل لنا الخطوة الاخيرة انا وهي الكنترول. ان شاء الله هنعمل لها حلقة مخصوص عشان باذن الله هشرح لك فيها الجزء الخاص بالبي اي دي، وهشرحه لك بشكل عملي، وكمان هشرح لك الجزء الخاص بالماشين فيجن زائد كود بايثون اللي احنا كتبناه. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بكده يا صديقي خلصنا حلقة النهاردة، انتظرونا في حلقة قادمة بإذن الله. See you soon.